السلام عليكم. اهلا بكم في قصه جديده من القصص ديالنا. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وبارطاجيوها مع صحابكم. ريحوا في شي بلاصه بوحديتكم، ديروا اللي زيات وطفيو الضوء. نبداو. خوتي، قبل ما نبدا القصه بغيتكم وانتوما كتشوفوا في الفيديو ديال الطوموبيل غادا ديروا راسكم نتوما راكبين حدايا وشادين الطريق لشي بلاصه بعيده، وانا هو الشيفور ديالكم غادي صايق بكم وكنعاود لكم هاد القصه باش نتونسوا في الطريق حتى نوصلوا للوجهه ديالنا. لذلك هادو هما الفيديوهات علاش كندير واحد غادي وصايق الطوموبيل. نتوكلوا على الله ونبداو. يمكن انت ولا انت اللي كيسمعني دابا شي نهار لا قدر الله تقدر تورط في شي قصه مرعبه. اخوتي، كل شي ممكن في هاد الدنيا، حيت يقول ليك اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. وهاد الشي هذا اللي غادي يطرى للصديق ديالنا كريم. صاحبنا كريم دري شاب في العمر ديالو 38 سنه، عايش في احد القرى المغربيه. هاد السيد كما قلت لكم في عمره 38 عام، والحاله ديالو الله يحسن العوان، حالته حاله كما كنقولوا. ما مزواج، ما عنده والو، مسكين. من نهار حل عينيه في هاد الدنيا لقى راسو عايش في واحد الفيلاج، وكانت عنده جدته اللي مسكينه من بعد ماتت وغادرت الحياه وخلاته بوحديته في هاد الدنيا. اضطر موراها مسكين انه يبيع الدار اللي كانوا ساكنين فيها بجوج، وديك الفلوس هي باش كان كيصير على راسو ويصرف بيهم. سيري ايام واجي ايام، الوقت ولات صعيبه بزاف والمعيشه غلات. فكان هاد الشي هذا عامل اساسي باش كريم يدبر على خدمه ويقدر انه يواكب الحياه. لقى واحد الخدمه في واحد الفيرما من الفيرمات ديال الزيتون اللي كاينين في الخرجه ديال مكناس. المهم كان تيبدا الخدمه ديالو مع 6 ديال العشيه وما كيسالي حتى الفجر، يعني مع ديك 6 7 ديال الصباح. هاد الوقيته فين كيجيو العاملين اللي كاينين في الفيرما ومول الفيرما، وكريم كيمشي في حالته باش يرتاح. وبحكم ان كريم مسكين ما كانش عنده فين يسكن، كان مول الفيرما عاطيه واحد البيت في ديك الفيرما نيت كينعس فيها. تصوروا معايا السيد مسكين كان كينعس في الصباح ويفيق مع العصر، ياكل ليه شي جوج دغمات بحال هكاك، وعاوتاني يبدا الخدمه ديال العسه الليل كامل. كانت هذه هي الحياه ديالو. ما كيفكر لا يتزوج ولا يشري دار ولا يشري طوموبيل، عايش حياته بكل بساطه وما كيفكر في حتى شي حاجه من هذا النوع هذا. المهم اخوتي، الفيلاج فين كان هو ساكن كانوا فيه بزاف ديال المشاكل. ارينا في واحد النهار الصديق ديالنا كريم غادي يصبح على اصوات كانت مرعبه جايه من الفيلاج. هاد الاصوات هي اصوات ديال الرصاص، الرصاص ديال الفراده. الولد ضربته الفيقه، شاف في الساعه لقاها مازال يلاه الوحده ديال العشيه. قال مع راسو مازال واحد 3 ولا 4 ديال السوايع بيد ما تجي نوبتي ديال العسه. وبسبب الفضول اللي فيه هبط للفيلاج باش يشوف شنو طاري تما، لانه قال مع راسو ما حد كاين الرصاص كيتضرب، اذا كاينه شي مصيبه في الفيلاج ولا كاين شي عاس، وحده في هاد الجوج. المهم مشى صاحبنا كريم للفيلاج باش يشوف شنو كاين. وصل تما وهي تبان ليه جوقه ديال عباد الله مجموعه. غير قرب لديك الجوقه وهو يسمع واحد من الناس ديال الفيلاج بدا كيخوت ليه: كريم كريم كريم، هرب 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 من تما. السيد ما فهم والو، اش واقع؟ نتوما عارفين الاخوان، فاش شي واحد تيكون تيجري لجهتك مباشره حتى انت كتجري معاه بدون شعور. كريم تيجري وكيسول صاحبه: مالك صاحبي، ليش كتجري هكا، شنو طاري؟ قال لي: هرب هرب ما توقفش. شتي الفقيه ديال الفيلاج ديالنا؟ مالو؟ طرا بينو وبين واحد الناس ديال الفيلاج نيت مشكل كبير، وبداو كيتيروا في بعضياتهم بالقرطاس: هرب هرب لا تمشي تجي فيك شي قرطاسه من هنا ولا من لهيه، يا ربي السلامه. بقاو كيجريو هو وداك الصديق ديالو حتى وصلوا لواحد البلاصه وتخباو في واحد البلاصه مور واحد الدار.
فبقاو كيساينوا تما حتى رصات الدعوه وتكالمات. شويه بداو كيسمعوا البكا والغوات والنواح ديال العيالات، والدراري الصغار تا هما تيبكيو. خرجوا باش يشوفوا شنو طرا. تصوروا معايا خوتي 4 ديال الناس، 4 ديال الناس اللي طاحوا ميتين بالرصاص اللي كان تيتضرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، ومصيبة كبيرة اللي كطرا في بعض الفيلاجات والعروبيات. كيطرا مشكل غير بسيط حتى كيتحول لمشكل كبير من والو. كيولي فيها السلاح والقرطاس والبارود. يجي الاول يجيب سلاح والثاني يجيب السلاح، ويبداو شي تيري في شي. يموت واحد فيهم، يجيو الاخرين يبغيو ينتقموا، وكتشبك ديال بصح. من بعدها كتبدا واحد السلسله طويله ديال الانتقام والثأر. المهم غير شافوا داك المنظر بحال هكاك، كريم بقى مصدوم ما فهم والو. المهم بداو الناس كيتجمعوا، شدوا اللي شدوا، ودوك 4 مساكن اللي كانوا طايحين في الارض ودميتهم سياله داوهم للسبيطار. ولكن كان فات الفوت. 2 منهم كانوا ولاد الفقيه، و2 الاخرين كانوا من الناس ديال الفيلاج. تكلمت الدعوه وجاو الناس شدوا الفقيه ودوك الاطراف الاخرى ودواو معاهم، قالوا لهم بركه صافي حبسوا هاد الشيء هذا. 4 ديال الناس و4 ديال الرواح طاحوا ومشاو فرمشة عين. صافي حبسوا الله يرحم لكم الوالدين. فعلا هدأت الامور والاوضاع في الفيلاج ورجعت شويه كالم. تخيلوا معايا ان كريم اخوتي كان كيحس بالخوف من هاد الشيء اللي شافه في داك النهار. وبطبيعه الحال اول ما شاف هاد الشيء طاري وهاد المشاكل هادو، هرب نيشان للفيرما فين كان كيخدم. المهم جات نوبته في العسه، والدري دوز نوبته في العسه عادي كيف ديما. ولكن تخيلوا مع ديك 12 ديال الليل، وفي هاد الوقيته اكثر ديال الناس ديال الفيلاج كيكونوا ناعسين، وهو يتفكر تليفونه. الله تليفونه. تليفونه هو اغلى حاجه عنده في هاد الحياه بالنسبه ليه هو. فاش كان وقع داك المشكل وهرب هو وصاحبه مور واحد من الديور، كان خبى تليفونه والبسطام ديالو في واحد الحفره كانت في الحيط ديال الدار اللي كان مخبي موراها. لانه علاش بغى يخبيهم بجوج في ديك البلاصه وفي ديك اللحظه، كان خايف انه الا طرا شي مشكل كبير بزاف والاوضاع زادت تعقدات اكثر، قال مع راسو على الاقل التليفون ديالي والبسطام ديالي مع فيهم لاكارت ديالو وشي فلوس، قال على الاقل ما يوقع لهم والو. بدا كيدوي كريم مع راسو وقال دابا شنو غادي ندير؟ دابا نصاصات ديال الليل ومورايا مازال ليله طويله في الخدمه، ودابا المشكل هو البسطام والتليفون. نخاف غير التليفون يصوني في ديك البلاصه ويكون دايز شي واحد من تما من الناس ديال الدوار يسمعو، يصدق داي ليا التليفون والبسطام ورازيني فيهم. مشكله هذه وحق الله. هو يقول عاوتاني لا 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 لا، ما غاديش نبقى هنا كنساين حتى نسالي الخدمه ديالي. دابا غادي نهبط للفيلاج في هاد الليل باش نجيب تليفوني وبسطامي. الا بعدا كانوا مازالين تما، يا ربي ما يكون داهم حتى شي واحد. وهذه كانت هي المصيبه. ارى لينا كريم خرج من البيت ديال العسه اللي كيخدم فيه. فهاديك الليله كانت ليله مضويه مزيان، يعني القمره كانت كامله وضوها كان واصل مزيان، يعني تقدر تشوف الطريق اللي قدامك. المهم خرج ووقف في الفيرما، شاف على اليمين ديالو وعاود شاف على اليسار ديالو، والو ما كاين لا شفار ولا هم يحزنون. ولكن عاود بقى كيشوف في الجهه ديال الفيلاج. هاد المره الفيلاج ديالو اللي كان بعيد على الفيرما تقريبا بواحد 2 كيلومتر بحال هكاك، ماشي بعيد بزاف، ولكن الطريق اللي كتوصل ليه هي اللي شي شويه ما مقداش، كانت عامره بالتراب والحجر. فقال مع راسو صافي واخا الطريق مغبره وما مقداش، غادي نمشي للدار اللي حطيت فيها بسطامي وتليفوني، ندخل يدي في ديك الحفره، نجبد تليفوني وبسطامي ونرجع لبلاصتي بالزربه ومريضنا ما عنده باس. هادشي هو اللي كان دايرو في بالو، وهذه هي القرايه اللي قراها كريم.
بقى غادي داخل البيت ديال العسا وكيعاود يخرج منه ويشوف في الجهه ديال الفيلاج ويعاود يدخل البيت ديال العسا ويخرج منه. كان متردد بزاف، ما عرفش واش يخلي بلاصتو ويمشي ولا يبقى تما. شويه السيد قال مع راسو صافي يا كريم، مالك صاحبي، راه تليفونك هذاك، تليفونك اللي شاريه بعرق كتافك وهو اللي كيونسك. 2 كيلومتر، 2 كيلومتر ما دات ما جابتها صاحبي. غادي تمشي بالزربه تجيب التليفون ديالك وبصطامك وترجع بحالك، مالك مرعود. هو راه ما كيعيطوش ليا الناس بزاف، ولكن ما تعرف اصاحبي مول الفيرما يعيط ليا في هاد الليل يبغي شي حاجه، ويصدق شي واحد من الناس ديال الدوار دايز من تما يسمع التليفون كيصوني يهزو. وديك الساعه والله لا عاودتي لقيتيه. وانت عارف بنادم راه ما يزقلكش في تليفون الا من رحم ربي. غادي نمشي بالزربه ونجيب التليفون بالزربه صافي. فعلا خونا كريم خرج باش يمشي للفيلاج، وكل شويه كيبقى يتلفت موراه ليكون شي شفار ولا شي واحد بحال هكا، ولكن كانت الاوضاع بخير وعلى خير. صافي بقى غادي 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 حتى قرب يوصل للفيلاج، وهو كان على هاد الحال هادي كيتلفت ومره يزيد ويتلفت ومره يزيد. مع وصل الدخله ديال الفيلاج بنت ليه الدعوه كالم. الناس كانت كلها تقريبا ناعسه وتا واحد ما فايق، وما كاين اصلا حتى شي واحد برا. بقى الدري غادي بين الديور باش ما يلفتش الانظار ديال عباد الله، خصوصا ان الفيلاج دابا فيه المشاكل. نتوما عارفين عاد في الصباح ماتوا 4 ديال الناس مشاو هباء منثورا. قال مع راسو لا يمشي يكون شي واحد من الدار ديال الفقيه ولا الدار ديال شي واحد من دوك اللي ضربوا مع الفقيه. باينه غادي يكون كل واحد فيهم موجد راسو، كل واحد فيهم خايف من الاخر يمشي يخضر به. باينه غادي يكونوا ناس مسلحين وواقفين في السطوحه ديال الديور. احسن حاجه نديرها هي نبقى ندور بين الدروبه الضيقه والديور حتى نوصل للبلاصه ديالي فين حطيت تليفوني وبسطامي ونهزهم ونرجع بحالي. سبحان الله اخوتي، الدري كان خفيف شي شويه وسبورتيف. المهم بقى غادي كيتسلى وكيدخل ما بين الدروبه والديور حتى وصل للبلاصه اللي طرات فيها هذيك الجريمه اللي كانوا ماتوا فيها 4 ديال الناس. بقى كريم تيشوف في ديك البلاصه، وتخيلوا اخوتي، تخيلوا المنظر المرعب. الدمايات كانت كلها مغرقه الارض، قلاتي ماشي ديال الشتا، لا قلاتي ديال الدم. كريم قلبه بدا كيضرب بالجهد والعرق بدا كيهبط مع جبهته. بدا كيسول راسو، ياك هادو داوهم للطبيب وقالوا ليهم راهم ماتوا وحطوهم في الثلاجه ديال الموتى، يعني اقل حاجه يديروها هاد الناس هو يجيبوا الرمله، يجيبوا الرمله ويدفنوها بها هاد الدم هذا. راه تيخلع هاد الشيء، حنا كبار وخفنا منه. العلم لله الدراري الصغار والعيالات. اللي ما كانش كيعرف كريم هو انه كاينين عادات عند بعض القبائل والقرى انهم مستحيل يدفنوا الدم ديال اللي مات مقتول من ديك القبيله حتى ياخذ بتارو ويفدي دقته، وتيقولوا الدم بالدم. اللي بين اخوتي هو انه الليله طويله في الفيلاج، ما حد انه لا الفقيه ولا الناس اللي كانوا مضاربين بيناتهم حتى حد فيهم ما مشى يدفن داك الدم. هادشي عنده معنى واحد، ان القضيه مطوله في الفيلاج، وهادشي اللي عنده معنى واحد، ان كل واحد فيهم متربص بالاخر باش يفدي دقته. ولكن كريم قال له وانا مالي فيهم بيناتهم ما سوقيش، انا ما درت حتى شي حاجه. المهم ومشى من حدا داك الدم وبقى تيبعد عليه حتى وصل للدار اللي هرب عندها هو وصاحبه. وصل ديك التقبه اللي كان حاط فيها تليفونه وبسطامو، والحمد لله لقى التليفون والبسطام، جبدهم وبقى كيشوف فيهم هو فرحان. الدري كان خايف يكون جا شي واحد ودا ليه تليفونه، لانهم نتوما عارفين الاوضاع في الفيلاجات والدواور، بنادم تكون حالته الماديه شويه صعيبه ولا طاح في يد شي واحد تيكمي ولا كيشرب طاح في يدو التليفون، مشكل كبير. صافي غير نسى شي حاجه سميتها التليفون. وفي المدينه وبنادم كيكون مدور شويه الحركه وكيشفر تليفون كيصدق محيد منو لاكارت سيم ويعاود فيه البيع عساك عاد العروبيه
ولكن الحمد لله ما كان حتى حد لقى داك التليفون ولا البسطام. المهم الدري دار البسطام ديالو في جيبو، وتليفونو بقى كيشوف فيه واش شي واحد عيط ليه ولا جاه شي ميساج. شويه هو يتسمع واحد الصوت. كريم قطع الحس وبدا كيسمع الصوت هذا صوت ديال شي واحد تيتمشى. كريم تخلع وقلبو بدا كيضرب بالجهد. قال مع راسو يمكن شي واحد من العائله ديال الفقيه، اولا يمكن من العائله اللي كانت مضاربه مع الفقيه. باينه خارج شي واحد في هذا الليل هذا وغادي يكون مسلح وخارج في هذا الوقت هذا باش ينتقم. يا ربي السلامه. شنو ندير؟ ناري الا مشاو شافوني غادي يمشيو يدخلوني في هذا المشكل اللي وقع عليهم اليوم ويقولوا لي انت جابك لهنايا في هذا الليل، كنعرفوك خدام غير في الفيرما وكتعس تما وكتنعس تما، جابك لهنا في هاد النصاصات ديال الليل دوي؟ باينه انت عندك شي علاقه مع شي واحد من اللي كانوا مضاربين. فالدري بدا كيحاول يهرب في حاله من ديك البلاصه، ولكن مع خرج وبدا كيزرب في الخطوات ديالو وقرب من البلاصه اللي فيها الدم. هنا غادي توقع واحد المعجزه، ولكن معجزه مرعبه، رعب ما بعده رعب. وقعت واحد الحاجه اللي ما كطيحش على البال. مع وصل لديك البلاصه اللي كان فيها الدمايات ديال دوك الربعه ديال الناس اللي ماتوا، ودمهم كان تخلط ولا دم مشروك ولا دم واحد. من هذاك الدم بدا كيتجسد ليه انسان قدامه، انسان ولا راجل وقف قدامه. تصوروا معايا هذاك الدم اللي هو سائل ولا راجل وقف وبدا كيشوف كريم فاش شاف داك المنظر قدامه رجليه فشلوا عليه وطاح على الارض على ركابيه، وكان غادي يغيب بقوه الخوف والرعب. كيقول الدري نط وبديت كنجري، بقيت تنجري. وهداك الشيء الغريب اللي يمكن فحال الجن، يمكن جن. هذاك الدم وقف ولا بحال بنادم ولا جن، ما عرفتش شنو هو هذاك الشيء. يا ربي السلامه. وبقى تابعني وانا هارب منه مخلوع وما عارف ما ندير. يا ربي السلامه، اش هاد الوحله هادي؟ بقيت غير هارب وهو والو ما بغاش يتفك مني وبقى تابعني في داك الليل. الدري بدا كيغوت بالجهد، وامي وعتقوني وعباد الله، ولكن والو حتى واحد ما سمعو. قال لك في داك الوقت كنت نحس بداك الفيلاج بحال الا مهجور، حسيت بدوك الديور حتى هما بحال الا مهجورين ما ساكن فيهم حتى شي واحد. عييت نغوت ونطلب المساعده ولكن والو، ما من مجيب. كنت كنحس بالوقت تيتعاود، تقدر هي تكون دقيقه ولكن هي عندي انا في ديك اللحظه ثقيله بزاف، تقول عام. فالدري بقى غير غادي وكيجري، وكان عنده هم واحد هو يخرج من داك الفيلاج ويوصل للبيت ديال العسا اللي كيخدم فيه. مع كريم كان كيجري وكيتلفت موراه، كيبان ليه داك الكائن اللي غالبا غادي يكون من الجن تابعه وقاصدو، وكيسمع ضحكات مرعبه تتخلي القلب يبغي يخرج من بلاصتو بقوه الخوف والرعب. كريم كان كيحس بداك الكائن غادي وكيقرب ليه لانه كان سريع بزاف. كريم تفرز فيه الادرينالين في الجسم ديالو بقوه داك الخوف. قال لك ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي وصلت للفيرما اللي كانت بعيده بجوج كيلومتر. وصلت ليها فرمشيت عين كيفاش الله اعلم، لانه خوتي الخوف بعض المرات كيخلي عندك شي قدرات خارقه، وهذا الشيء كما شرحت لكم قبل تيكون بسبب تدفق الادرينالين لكل اعضاء الجسد، كيتفرز من الدماغ لكاع اعضاء الجسم. المهم مع وصلت نيشان مشيت للبيت ديال العسا اللي كنخدم فيه. دخل ليه وسد عليه وطاح على الارض ودار ظهره على الباب. كريم هنا كان كله عرقان وكيلهث، قلبه غادي يخرج ليه من فمه بقوه الخوف والرعب، وحتى بسبب الجهد البدني لانه جرى بزاف بلا ما يوقف. كريم بدا كيتفكر داك المنظر ديال داك الكائن اللي هو غالبا الجن والعياذ بالله اللي كان تابعه. جاتو البكيه وبقى كيقول لراسو شدرت باش يطرى ليا هاد الشيء هذا؟ يا سيدي ربي انا غير درويش. بقى كريم مسكين تيبكي ومازال مخلوع، كان كيبكي على راسو لانه كان شاك ان داك الجن تبعو حتى للفيرما. شويه هدأت الاوضاع ديال كريم
وبدا كيرتاح، حتى بدا تاني كيتسمع داك الاصوات ديال الضحك. هاد المره الضحك كان قريب ليه بزاف، كان مورا الباب، كان مورا الباب اللي متكي عليه. يعني الجن بينه وبين كريم غير باب هو اللي مفارقهم. كريم بقى متكي على الباب بكاع الثقل ديالو باش ما يتحلش. شويه بدا الدقان في الباب. هاد المره كريم كيسمع الصوت ديال الجده ديالو هي اللي كدوي معاه وكتقول ليه: ولدي كريم، انا جداك، حل ليا وليدي، راني بغيت غير نجي نشوفك وليدي، الله يرضي عليك. كريم حاشاكم كريم بقوه الخوف بال في سروالو، لانه عارف وبيدو دفن جداته اللي ماتت ليه بين يديه. بقى كيبكي بحرقه وكله كيترعد. شويه داك الصوت ديال جداته كيتبدل وكيولي صوت ديال بنت صغيره. بنت صغيره تتقول ليه: عمي عافاك، انا خايفه، ما تخلينيش بوحدي هنا، عافاك. كريم فاش كان كيسمع فحال هكا كل مره صوت كيتبدل وكيدوي معاه، بقى تيقرا القران وبدا كيقراه بالجهد وكيقرا الاذكار والدعاء. جاتو فراسو باش يعيط لمول الفيرما اللي مخدمو يجي يعتقو من هاد المصيبه اللي طاح فيها. دار يدو في جيبو باش يجبد التليفون يعيط ليه، ما لقاش التليفون. انا فين مشى التليفون؟ بدا تيقلب جيابو كاملين ويخملهم، القلب صدام، ولكن تليفونه ما لقاهش. فين مشى؟ بدا تيقلب في داك البيت اللي كون طاح ليه تما، والو. وهو يتفكر فاش كان كيجري، قال مع راسو: باينه غادي يكون طاح ليا في الطريق فاش كنت كنجري وما حسيتش بيه. انا مشى ليا تليفوني، لما غادي نعيط دابا باش نتفك من هاد المصيبه هادي. الباب هاد المره بدا كيتزدع بالجهد، بوم بوم بوم. كريم بدا كيترعد بالخوف وكيقول مع راسو: كيفاش حتى ما حسيتش بتليفوني فاش طاح ليا؟ ولكن كي غادي ندير نحس بيه؟ راه الخوف اللي كان شادني وانا كنجري مازال شادني لدابا، راه ما عارف شنو كندير وما عارف شنو واقع، راه هادشي بزاف. هنا كريم بدا كيحس بشي حاجه كتسرب من تحت الباب. شاف شنو داك الشيء؟ لقاه دم. كريم بدا كيغوت بالجهد وطاح الارض وبدا كيبكي. عرف كريم انه في اكبر مشكل داز عليه في حياته. بدا داك الدم كيتسرب تحت الباب وكيدخل البيت ديال العسا اللي كان فيه كريم، وكيتسمع من داك الدم الضحك تيجي من داك الدم، وضحك مرعب. كريم هنا ما تحملش كتر وهو يمشي باش يحل الباب باش يهرب. مع وصل الباب داك الدم ما بقاش، ويتسمع: الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. الفجر كيأذن. كريم بدا كيحس بالاطمئنان من يسمع الفجر. منين سمع الفجر كيأذن وعرف ان الصبح وصل. بقوة ديك الخلعه اللي دازت عليه في دوك السوايع اللي كان فيهم في الفيلاج واللي جا كملهم في الفيرما، طاح هكا وبقوة العيا ونعس. وكانت هذه اول مره كريم غادي ينعس في ديك الوقيته ديال الخدمه. وصلت 8 ديال الصباح، جاموا الفيرما والخدامه اللي كانوا موالفين ان كريم كيتلاقاهم وكيساينهم حدا الباب. هاد المره ما لقاوهش لانه موالفينو تيكون تما كيتمشى وكيعس، ولكن كانوا مصدومين ملي ما لقاوهش تما. مشى مول الفيرمان هيشان البيت ديال العسا وبدا كيدق على كريم وهي ضربوا الفيقه. مشى تيجري، قال: شكون؟ وما بغاش يحل الباب في الاول، كان مازال مخلوع. سحب ليه عاوتاني داك الجن اللي تيدق عليه، حتى سمع صوت ديال مول الفيرما كيقول ليه: انا هذا كريم، حل مالك. حل كريم بشويه الباب حتى تاكد بصح انه مول الفيرما، وهو يخرج عنده كريم. وكان حاشاكم كما قلت لكم قبل داير في سروالو بقوه داك الخوف اللي داز عليه. المهم شد المول الفيرما في يدو بدا كيقول ليه: عتقني. مول الفيرما قال ليه: مالك شنو عندك، عاود ليا. كريم عاود ليه القصه اللي وقعت ليه. مول الفيرما بدا كيشوف فيه وكيضحك ويقول ليه: واش حمق انت ولا مالك؟
كيفاش الدم ولا على شكل بنادم ويمكن هذاك جن بقى تابعك. هايك ما تسطيتي، لا لا لا، باين ليا تهرب ليك الفرخ، ولا يمكن كان شي سخط الله ولا شارب شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لك دم كان سائل تحول ولا جن على شكل بنادم وتابعو بغى يقتلو. يمكن ولدي كريم بقوه ما كتبقى بوحديتك هنا كيجيك الخوف، بديتي كتهلوس وكتخيل هاد الشيء في دماغك ما فيهاش. قال لك دم ولا جن عالم. واش تا كريم راه خصني نقطع عليك من الخلصه ديالك، لانك مشيتي خرجتي ليا من الفيرما. واش عارف هاد الفيرما شحال ساويه؟ راه ساويه الملاير ماشي تا الملايين. هادشي ماشي معقول اللي درتيه. كيفاش خلاتك نفسك انك تخرج في نصاصات ديال الليل وتخلي لي الفيرما بوحديتها؟ بقى مول الفيرما كيخاصم على كريم. كريم في هاد الوقيته كان طال عليه الخز لراسو، زاد وخلاه خرج مشى كيجري بحال شي حمق. كيجري بحال شي حمق، تيقلب على تليفونه اللي هو كل شيء بالنسبه ليه كما قلت لكم في الاول. رجع من الطريق اللي جا منها البارح بالليل ديال الفيلاج، قال يمكن تما فين كان طاح ليا التليفون. مع هو غادي وتيقلب حتى لقى تليفونه. الحمد لله واخيرا لقى التليفون ديالو، ولكن لقاه مهرس من الجناب ديال ليكرون ومشق عليه ليكرون من الوسط. شعلو لقاه مازال خدام، ولكن كان غير تشقق وتهرس من الجناب. قال ماشي مشكل الحمد لله، بعدا منين لقيت التليفون وفيه غير ليكرون اللي حالها ساهل دغيا تصاوب هي اللي مشققه. من موراها مشى للفيلاج. وصل كريم للفيلاج، مع وصل لقى الناس ديال الفيلاج دفنوا دوك الناس اللي ماتوا، وحتى دوك الدمايات دفنوهم. حتى دوك الدمايات اللي كانوا البارح تا هما دفنوهم. علاش؟ لحقاش الناس ديال الفيلاج تصالحوا. كيفاش تصالحوا؟ شي ناس كبار من واحد الدوار كان قريب لذاك الفيلاج هما اللي جاو وداروا الصلح بين الفقيه ودوك الناس اللي كانوا مضاربين معاه. قالوا ليهم نتوما ماتوا منكم جوج والفقيه ماتوا ليه جوج، صافي غادي تكون هذه هي الدية ديال كل واحد فيكم للاخر. يعني صافي خصكم تصالحوا وديروا الهدنه بيناتكم. وداك الشيء فعلا اللي كان. تصالح الفقيه مع دوك الناس اللي كان طرا معاهم النزاع، فدفنوا دوك الربعه ديال الناس لا غد ليه مجموعين ودفنوا حتى دوك الدمايات ديالهم. حضر كريم للجنازه وجلس تما، من بعد مشى ورجع للخدمه ديالو عادي وتصالح مع مول الفيرما. كانت الامور كلها طبيعيه وعلى ما يرام. سير ايام وجي ايام. في واحد الليله من الليالي اللي كان كريم فيها كيعس وكان جالس في البيت ديال العسه، في هذيك الليله كانت الشتا كتصب خير من السما والرعد كيضرب بالجهد. كريم كان مكونيكتي ولكن كانت الكونيكسيون ضعيفه كتمشي وكتجي. فقال مع راسو ندخل نشوف التصاوري والفيديوهات ديالي ندوز بهم الوقت بيد ما ترجع الكونيكسيون. مع غادي يدخل للبلاصه ديال التصاور والفيديوهات غادي يتصدم. كيلقى فيديو مسجل ديال كائن مرعب كيجري موراه وتابعو بغى يشدو. دوز الفيديو طاح في التصويره. هاد التصويره كانت مرعبه، التصويره اللي غابره في الجاليري ديال التصاور ديال التليفون كانت كتبين مزيان وبوضوح وجه مرعب ديال داك الكائن اللي كان تابع كريم في ديك الليله. بقى كريم كيزوم على داك الوجه المزيان ديال داك الكائن، كيلقاه مكون من 4 ديال الناس. 4 ديال الناس. هادوك الناس كيعرفهم كريم، كيعرفهم. هادو هما الناس اللي كانوا تقتلوا في ديك الواقعه د الفيلاج. كان كريم غادي يتسطى ما متيقش داكشي اللي كيشوف فيه. كان كيسين غير امتى يجي الصباح، ما بغاش يجيه النعاس. وكان لاح التليفون من يدو وحطو بعيد عليه، كان خايف من تليفونه ومن داكشي اللي فيه. قال ما غاديش نقيسو ولا نقرب ليه حتى يجي مول الفيرما نوريه هاد الشيء هذا. جا لغد ليه، جا مول الفيرما. كريم مشى عنده فحال شي حمق وقال ليه شوف داكشي اللي عاودت لك عليه، تابعني. ها هو كاين فيديو ديالو والتصويره ديالو. دخل كريم للجاليري والبلاصه ديال الفيديوهات، ما كاين لا تصويره ولا فيديو، ما كاين والو وما كيبان والو. كان فين ما كيبغي يوري لشي واحد ديك الفيديو ولا التصويره في داك الصباح ما كيبان والو. ولكن غير كتوصل 12 ديال الليل كيدخل كريم لتليفونو كيلقى الفيديو والتصويره.
كريم هنا تشير وحماق، فبقى كيمشي للفيلاج غير بوحديتو وكيبقى يقول للناس راه الدم ديال دوك الناس اللي ماتوا كان تابعني، تابعني وكان بغى يقتلني. الناس في الفيلاج كيعرفوا كريم من صغرو، بقى فيهم بزاف لانهم قالوا عليه صافي حماق الدري مسكين، يمكن بسبب ديك العسه اللي بوحديتو كيعس في داك الليل وكيجيه الخوف والرعب حتى مشى ليه العقل. ولكن اخوتي كانت واحد الاسطوره قديمه تتقول الدم الميت اللي كيموت مولاه مقتول ولا مظلوم لابد يفيق كل ليله ويتبع اي واحد كان قريب ليه حتى يحمقو ولا يقتلو. ويمكن داك الشيء اللي وقع لخونا كريم. وعندي اخوتي واحد السؤال ليكم، واش بصح هاد الاساطير تيكونوا حقيقيين ولا غير خرايف وقصص تيعاودوهم الناس الكبار باش يتسلاو ويدوزوا الوقت وصافي؟